اهلا بيكم في فيديو جديد من دروس دنتال موشن جرافيكس. في الفيديو ده احنا هنبدأ كيس جديدة. هنشرح زي ديمو كده الكيس من البداية للنهاية، وانا هاخد معاكم كيس. يعني انا نزلت كده صور هبدأها معاكم من البداية خالص. بس المرة دي احنا هنبدأ حرفيا كأننا برضو لسه فاتحين البرنامج تماما، عشان برضو لو حد حب يبدأ معايا وناسي او حابب يعمل ريفرشمنت كده لنفسه فيبقى متابع معايا. طبعا الديمو هيكون على كذا فيديو مش على فيديو واحد، عشان برضو تبقى مستوعب اللي بيتقال، وتبقى برضو يعني الدنيا تبقى واضحة معاك وانت بتتفرج على الفيديو. ويفضل طبعا ان انت تطبق وانت بتتفرج، يعني يا اما تكون فاتح البرنامج وانت شغال وانت بتتفرج، يا اما عادي تسمع او تتفرج على الفيديو وبعد كده تطبق مع نفسك. والافضل بقى ان انت تطبق على صور مختلفة، يعني كيس مثلا عندك، كيس بتاعتك او اي صور عندك يعني، وتطبق عليها. ومش شرط تعمل نفس الحركات اللي انا بعملها بالظبط، يعني عادي ممكن انت تكريت حركة من عندك وهتبقى شكلها حلو. المهم ان انت تبقى فاهم الفكرة ازاي، وتبقى فاهم هي اتعملت ازاي. تمام. طيب انا دلوقتي فتحت البرنامج اهو من الاول خالص. تمام، هدوس على نيو كومبوزيشن عشان ابدا نيو فيديو. طيب انا الكيس اللي انا هعملها هي او الفيديو يعني الدكتور عمر، فانا ممكن عادي اسمي الكيس لدكتور عمر او باسم يعني الدكتور اللي انت هتعمله، او ايا كان لو ليك انت ايا كان يعني. فانا هسمي مثلا دكتور عمر. طيب احنا المره دي احنا هنعمل الابعاد بتاعه الفيديو بتاعتنا، هنعمله ريل بالطول. احنا تعودنا في الفيديوز اللي فاتت كنا بنعمل الفيديو بالعرض، اللي هو فيديو فول اتش دي بالعرض كده، كانه هينزل على يوتيوب او فيسبوك بس بالعرض. لكن المره دي احنا هنعمله ريل. وبعد كده عود نفسك ان انت تشتغل الفيديو يكون ريل، يعني يكون بالطول، لان هو ده الترندنج. يعني قليل قوي قوي لما تعمل فيديو بالعرض، الا اذا كان مثلا البرزنتيشن، يعني برزنتيشن مثلا مشروع تخرج او اي حاجه زي كده، فساعات بيعملوه فيديو بالعرض لان هو بيكون طويل شويه، او بيكون هيتعرض مثلا في برزنتيشن، فبيكون طبعا بالعرض لان هو بيشرح بقى بالتفصيل، وبيكون الفيديو مثلا مدته دقيقتين ثلاثة. لكن احنا في الاغلب احنا بنعمل الفيديو بيكون مدته تقريبا 30 ثانية 40 ثانية بالكتير. بيكون ريل بالطول، والحركات اللي فيه بتكون سريعة بحيث انها لان اللي بيتفرج ما عندوش وقت، هو حرفيا بيتفرج على الفيديو، لو الفيديو شده في الاول هيكمله، لو ما شدوش في اول 5 6 ثواني مش هيكمل الفيديو. فاحنا بيبقى الحركات بتاعتنا سريعة وعلى طول تخطف، عشان الفيديو يخلص على طول وما يحسش بملل. تمام. طيب فاحنا الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه فول اتش دي بالطول، يبقى البريسيت او الابعاد بتاعتنا بتكون 1080 في 1920. تمام. لو هي متغيره عندك، يعني لو متغيره عندك كده مثلا ومش عارف هي ايه، ولقيت اللوك ده كده مقفول، لا افتح اللوك ده، افتحه كده وخليها تكتبها كده بمانيوال 1080 وهنا 1920. تمام. مش هتغير حاجه هنا، ممكن بس الديوريشن بتاعتك. احنا مثلا هنعمل الفيديو مثلا مدته 40 ثانيه. طبعا دي قلنا قبل كده ان دي ساعات دقايق ثواني وفريمز، فاحنا طبعا الحاجات دي ممكن نزودها من جوه في الفيديو عادي جدا، بس في الاغلب يعني بيبقى مدته 40 50 ثانيه. الباك جراوند تخليها سودا طبعا، ونفس الكلام لو مثلا دوست اوكي كده الريل اهو اتعمل بالابعاد بتاعتنا بالطول. لو انت عاوز تغيرها في اي وقت مفيش مشكله، بتدوس على كومبوزيشن سيتنجز، ترجع تغير الابعاد بتاعتك وتغير الاسم والريزوليوشن وكل حاجه. تمام. طيب احنا هنجيب الفيديو بتاعنا، هنجيب قصدي الصور بتاعتنا. فانا كنت حاططها هنا، فانا مثلا هجيب الصوره دي اللي هي البيفور خالص وبحطها هنا، اللي هي صوره البيفور خالص. طيب هسحبها في التايم لاين زي ما قلنا قبل كده، ده التايم لاين اللي بنشتغل عليه وده البريفيو بتاعنا. طيب انا ممكن بقى ابدا الفيديو ازاي؟ طبعا ده بيزوم كده، بيزوم ان ويزوم اوت. تمام. بص هفضل ازوم ان لحد ما يبقى بفريمز. انا ممكن والله ابدا الفيديو بتاعي ازاي؟ بكذا طريقه. انا دلوقتي حطيت لسه ما بداتش الفيديو، الانديكيتور ده بيمشي يقرا، يمشي يقرا اللي تحته. تمام. هو دلوقتي انا لو دوست مسطره اهو كده الفيديو شغال، بس الفيديو شغال على الصوره دي لان انا لسه ما عملتش اي حركه. هو الفيديو في الاخر فيديو مدته 40 ثانيه، بس الفيديو ثابت لان انا ما لعبتش فيه. فانا هاجي في الاول خالص بالانديكيتور كده عند الثانيه صفر. ممكن اسمي اللاير دي على فكره لو عاوز رينيم، مثلا نسميها بي 4، مش مشكله. تمام. انا مثلا انا ممكن ابدا الفيديو كده، يعني الفيديو يبتدي كده عادي جدا، يبقى مثلا
مثلا سكيل كده، نعمل كي فريم للسكيل وهو كده، ونمشي مثلا قدام شويه، نمشي 10 فريمز، شيفت بيج داون، ونكبر الصوره كده بالسكيل بحيث انها تاخد بقى الكادر كله كده مثلا. فالفيديو هيبدأ كده اهو. بص تاني. تمام. ممكن اول ما عمل كده نروح بقى عاملين ايه، نروح لافين الصورة مثلا، يعني كأننا بنعمل فوكس على السنان. فبعد خلاص ما الحركة تمت اهو، الحركة تمت عند الكي فريم ده. احنا طبعا شرحنا الكي فريمز قبل كده، يعني المفروض لو مش فاهم ايه الكي فريمز اللي انا عملتها دي، يفضل ترجع للفيديوز اللي قبل كده. انا شرحت الكي فريمز بالتفصيل، وايه الحركة دي، وايه الكي فريم، وكل الكلام ده. فانا دلوقتي بشرح يعني معتمد ان انت ان شاء الله تكون فاهم اللي فات. تمام. فانا دلوقتي عملت الحركة كده. طيب اول ما الحركة تمت كده، ممكن اعمل ايه، الف بقى الصورة واعمل زي زوم ان بقى على السنان كده. طيب فانا المرة دي هعمل ايه، روتيشن وبوزيشن وسكيل، هعمل الثلاثة مع بعض. فانا هدوس ار روتيشن، بعد كده ادوس شيفت اس وشيفت بي عشان يظهر الثلاثة مع بعض، بوزيشن وسكيل وروتيشن. وهمشي 10 فريمز تاني، شيفت بيج داون، واروح جاي عامل روتيشن اخليه 90 مثلا. تمام. بما ان هو 90 عشان يكون بالظبط يعني فيرتيكال بالظبط. ممكن اعمل ايه تاني، والله ممكن ازود السكيل شويه، وانا لسه واقف اهو على الكي فريم، ازود السكيل كده. اعتقد مش محتاجين البوزيشن، يعني انا ممكن ادوس كده كي فريم للبوزيشن وانا مش محتاجه، مش هعمل فيه حاجه. بص كده. تمام. اهي الحركه تمت اهي. ممكن بعد كده ايه، بعد كده انا دلوقتي ده كله اكسترا اورال. على فكره يا جماعه برضو عشان تبقى فاهم برضو الدنيا، دايما انا ببدا الفيديو كانه ستوري كده، اللي هو بحكي قصه الفيديو من اول خالص، بيفور الصور بيفور. وبعد كده اقول لك ايه اللي حصل بقى في الفيديو، هنا في كيريز، هنا مش عارف في كسر، هنا في دايستما، هنا مش عارف ايه. بعد كده اعمل التريتمنت بتاعتي يعني البروسيس بتاعتي جوه الفيديو بقى. فاحنا في الاول خالص احنا جبنا الصوره بتاعت البيفور خالص، اللي هي الفول فيس او اكسترا اورال بس. تمام. وبعمل فيها الحركه دي. فانا في الاول خالص عملت كده كده كده. ممكن بقى اجيب ايه، اجيب الصوره اللي هي دي بيفور بس انترا اورال، اللي هي دي اجيبها كده، اسحبها افتر افكت، ممكن احطها هنا على طول على فكره. تمام. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان النظام هنا ماشي بنظام اللايرز. انا الصوره اتحطت فوق، فعشان كده هي ظاهره فوق اهي. لو انا نزلت الصوره دي تحت كده اختفت، لان هي بقت تحت الصوره اللي بقت تحت الصوره دي. فانا مثلا هسمي الصوره دي انترا، اللي هي اللي تحت انترا اورال. ماشي. احطها بس فوق مؤقتا عشان ابقى شايف. انا دلوقتي هعمل ايه، هخلي الصوره نفس بالظبط مكان الصوره اللي تحتها. يعني انا هفتح الروتيشن اخليها 90، وهفتح السكيل اس اهو اكبرها شويه. التريكاه بقى هنا عشان اخليها بالظبط تحتها، ادوس على التي الاوباستي، اقلل الاوباستي بتاعتها شويه مؤقتا بس كده عشان ابقى شايف بس اللي تحتها. ممكن اقللها كمان شويه عشان احطها بالظبط تحتها. ممكن افضل بقى ايه، اظبطها براحتي. لا كده لا، ممكن كده تمام، ممكن اعتقد كده. ماشي، نفترض ان هي كده تمام مظبوطه. تمام. انا كده حطيتها بالظبط تحتها. طيب هي دلوقتي الاوباسيتي صفر، انا هرجعها تاني 100 اهي كده تمام. ماشي. هرجعها بقى تحت، تحت كده الصوره، بحيث اعمل ايه بقى، بحيث ان الصوره وهي جايه كده كده، جاي عامل للصوره اللي فوق دي اشيل الاوباسيتي منها، يعني اخفيها، اللي هي الصوره الاكسترا اورال اللي بره. تمام. انا هخفي الصوره انتر اورال دلوقتي عشان محدش يتلخبط. الانتر اورال اللي تحت دي مالناش دعوه بيها. انا دلوقتي الفيديو ماشي عامل ازاي اهو، الفيديو بدأ كده كده كده. فانا عاوز اخفي بقى الصوره دي الاكسترا اورال، وبعد كده الانتر اورال يظهر من تحتها. فانا هعمل في الاكسترا اورال دي، هعمل لها اللي هي الصوره اللي بره دي، هعمل لها اوباستي تي مثلا من اول، شوف بس من اول هنا مثلا كده، وامشي 10 فريمز، شيفت بيج داون، واخليها صفر. تكون بقى الصوره اللي تحت دي تظهر تحتها كده. يعني بص كده. طبعا في الاول الصوره ظاهره، انا ممكن اقص يعني بعد ما كبرت كده، ممكن اقص بس الصوره الانتر اورال اللي تحت دي، اقصها كده عشان ما تبقاش ظاهره في الاول. بص كده اهي. طبعا هي كانت ظاهره هنا في المكان الفاضي ده، فانا بس قصيتها عشان ما تبقاش ظاهره. بص كده اهي. خدت بالك ايه اللي حصل تاني اهو، كاني بص دي اكسترا اورال، ومره واحده كاني دخلت جوه البق على طول اهو.
تمام. اعتقد الدنيا واضحه يعني ان شاء الله. ماشي. بعد ما عملت كده ممكن والله انا طبعا باين ان الكيس diastema occlusion، فانا كاني هعمل فوكس بقى على الدياستما واقول ايه اللي هيحصل فيها مثلا وهكذا. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله هنا؟ انا والله ممكن اعمل حركه كده يعني مش هتفيدنا قوي في البروسيس، بس تبقى حركه شكلها حلو. انا ممكن اعمل ايه بعد ما اعمل ده كده؟ ممكن مثلا اجيب الصوره الانترا اورال، اللي هي الانترا اورال بقى دي بتاعتنا دي، افتح مثلا البوزيشن والسكيل وهعمل كي فريم للاثنين وامشي 10 فريمز، وراح جاي عامل سكيل اكبر الصوره قوي واجيب مثلا كده. ممكن اجيب البوزيشن كده شويه، اجيب البوزيشن كده كده مثلا. فكده بص هيعمل ايه. تمام. بص كده تاني، اول ما عمل كده كده بعد كده عمل كده، اول ما عمل سكيل كده راح جاي عامل تاني كي فريم للاثنين. ده كي فريم الثبات، بحيث ان من هنا لهنا الحركه واقفه، من هنا اهو لهنا الحركه ثابته. ماشي. بعد 10 فريمز تاني راح جاي متحرك بالبوزيشن الناحيه التانيه هناك، كاني بعمل سكاننج كده. تمام. وهعمل برضو كي فريم للسكيل عشان بس ما يحصلش تغيير فيه اهو. تمام. بعد ما حصل كده بص كده تاني اهو، من اول هنا اعمل تاني كي فريم، بعد كده امشي 10 فريمز تاني دول برضو الثبات، بعد كده اروح جاي راجع في النص كده مثلا، ارجع في النص وارجع السكيل تاني لاصله كده مثلا، بحيث انها تبقى مظبوطه كاني بعمل سكاننج كده. بص اهو تاني اهو. تمام. ممكن ايه تاني بقى بعد كده؟ مثلا اعمل والله على بقى السنان دي، ممكن اخد السنان دي كده اروح جاي مطلعها كده زي فوكس واقول ان دي فيها ديفكت. طيب الكلام ده بقى احنا هنعمله ازاي؟ هنعمل حاجه اسمها ماسك. لو فاكرين ايه الماسك ده؟ الماسك ده ان انا بعزل جزء من الصوره. قبل بس ما اعمل الماسك انا عايز اعيد على الحته دي تاني عشان لو حد متلخبط. انا لو دوست كده حرف اليو وانا واقف على اللاير بجيب الكي فريمز اللي انا عملتها. انا في الاول خالص ايه اللي عملته؟ الصوره بتاعت الاكسترا اورال معايا، مشيت عملت لها سكيل اهو سكيل، بعد كده رحت عامل روتيشن لفت كده. تمام. وبعد كده رحت عامل لها اوباستي ان هي اختفت. اول ما جت اختفت الصوره اللي تحتها ظهرت. تمام. بعد ما الصوره اللي تحتها ظهرت حصل بقى فيها الحركه اللي هي دي. طبعا انت مش شرط تعملها، بس انا بديك بس افكار يعني ممكن تستخدمها في حاجات كتير قوي. بفتح دماغك، مش شرط تعمل زي بالظبط اهو كده. تمام. على فكره انت مجرد ما تفهم الكي فريمز دي وازاي تعملها انت بعد كده مش يعني انت هيجيلك افكار احسن من كده بكتير. انا اصلا يعني بصراحه انا متعمد ان انا اقول حاجات مش ادفانسد قوي، مش يعني مش راضي اتعمق قوي في الحركات وازاي الف والكلام ده كله، عشان برضو تبقى يعني الدنيا واضحه وما تبقاش معقده معاك، وتبقى قادر تعمل فيديو لنفسك بحاجات بسيطه جدا يعني. تمام. احنا وصلنا لحد هنا كده اهو. تمام. اول بقى ما الحركه وقفت هنا نقفل بس دي كده، نعمل بقى الماسك بتاعنا. طيب الماسك ده احنا بنعمله ازاي؟ قلنا ان احنا بنحدد على اللاير اللي انا هعمل عليها ماسك وارسم بالبين تول دي او بالريكتانجل ايا كان، يعني اي اداه للرسم. طيب انا لو عملت كده رسمت كده على طول، لو حددت كده اللاير وجبت البين تول وجيت ارسم مثلا، هرسم مثلا على السنترال ده مثلا يعني، هوريكم بس حاجه مثلا كده، وقفلت الماسك اهو اتعزل. بس ايه المشكله اللي حصلت؟ ان الصوره كلها اختفت، يعني السنترال اتعزل بس الصوره كلها راحت مني. فاحنا قلنا تمام. فاحنا قلنا الحل ايه بقى؟ نرجع بقى خالص، انا برجع بكنترول زد على فكره. فاحنا قلنا بقى الحل ايه؟ الحل ان انت لازم تعمل نسخه من الصوره الاصليه. انا دلوقتي هعمل ماسك على الصوره دي الانترا اورال دي، فانا هعمل منها نسخه كنترول دي اهو بقت انترا اورال 2. ممكن نسميها بقى سنترالز مثلا كده. همسك بقى السنترالز دي. السنترالز دي على فكره لو انا عملتها سولو اللي هي اللاير دي، تمام، هحدد بقى السنترالز دي كده واجيب البين تول. ممكن اعمل ممكن اعمل مثلا كل سنترال لوحده مفيش مشكله، ممكن اعمل او الاتنين مع بعض عادي. تعالى نعمل الاتنين مع بعض اهو. تمام. هرسم براحتي خالص. ممكن اقرب كده بالبكره بتاعت الماوس لو حسيت ان الماسك محتاج يتعدل شويه كده. طبعا انا بصراحه برسم يعني كروكي قوي. لو انت طبعا وانت بترسم حاول ان انت تمشي بديتيلز اكتر من كده.
تمام. احنا كده عملنا الاتنين مع بعض. هو بصراحة كان الافضل ان احنا نعمل كل واحد لوحده. يعني انا همسح دي هعمل كل واحد لوحده احسن. فانا هعمل نسخة من دي وهسميها مثلا central 1. تمام. همسك السنترال 1 دي هعمل السنترال الاولاني، هقرب كده بالبكرة اهو. تمام. ولازم اقفل الماسك كده عشان العزل يتعمل. طيب انت ممكن تقول دلوقتي هو الماسك اتعمل بس ليه ما اتعزلش؟ لان اللير اللي تحته ظاهره تحت، فكأن مفيش عزل بس هو في عزل حصل. فانا اظهر العزل ازاي؟ بقف على السولو كده اهو، كده بقى قدامي اللاير دي. تمام. همسك برضو انتر اورال دي تاني، اعمل لها نسخه جديده وهسميها سنترال 2. همسك السنترال 2 ده واروح جاي عامل على السنترال التاني كده. اهم حاجه بس احدد اللاير وارسم براحتي الماسك بتاعي. يعني لو تلاحظوا ان انا برسم بسرعه شويه، فممكن مش بيلقط ديتيلز اكتر، بس عشان ما اضيعش وقت في الرسم ويعني اضيع وقت احسن في حاجات تانية. انا دلوقتي بقى معايا سنترال 1 وسنترال 2 اهو. لو عملت دي سولو ودي سولو كده بقى معايا الاتنين دول. تمام. اول بقى ما الحركه تمت كده، اول ما الحركه وقفت هنا اروح جاي ماسك بقى الاتنين السنترز دول، مثلا افتح فيهم السكيل والبوزيشن. هعمل كي فريم للاتنين، 1 2 1 2. تمام. همشي مثلا 10 فريمز كده. همسك اول واحد سنترال 1 ده اللي هو ده، هزود السكيل واجيبه كده بوزيشن مثلا، واجيبه كده. تمام. كده ادي اول واحد. نمسك التاني اللي هو سنترال 2، واروح جاي نفس الكي فريم بالظبط، اروح جاي فاتح سكيل كده وجاي جايب البوزيشن هنا. طبعا يفضل انا كده كبرتها قوي، يفضل ان انا اخلي السكيل زي التانية عشان يبقى ايه مظبوطين. فانا السكيل التانية كنت عامله 330، فانا ده برضو خليه 330 عشان برضو الاتنين يبقوا ايه ماشي. وارجع البوزيشن لورا شويه يبقوا الاتنين نفس السكيل الى حد ما يعني. تمام. طيب انا دلوقتي عملت ايه كده؟ انا عملت كده مجرد بس كاني كبرت السنان دي كده. طيب وهي بتكبر بقى كده اروح جاي قافل اللاير اللي تحت، يعني كأن كده بعمل عليها آه بخليها اوت فوكس. طيب انا الحركه دي شرحتها كتير قبل كده بس انا بعيدها تاني عشان برضو تبقى سهله، يعني تديك افكار شويه. ان انا همسك الصوره بقى اللي هي انترا اورال الكامله دي، وهي بيطلع كده، اول ما بيبدا يطلع افتح التي الاوباستي، هعمل كي فريم وهمشي 10 فريمز وهقلل الاوباستي شويه. ممكن اقلله كده مثلا كده اهو. بص كده. تمام. اول ما اعمل كده ممكن بقى ساعتها ارسم بقى رسم. طبعا المره دي انا هرسم مش هعمل ماسك، فانا اتاكد ان انا مش محدد على اي لاير، لان الفرق ما بين الرسم والماسك، الماسك انت بتكون دايس على اللاير ذات نفسها وبترسم بيعمل ماسك. لا انا دلوقتي هرسم شيب عادي جدا، فبدوس بره خالص كده واجيب مثلا اداه البين تول الرسم. تمام. وهبدا ارسم مثلا كده، هرسم مثلا كده آه ماشي. نقفل ده كده، لا سوري، نرجع بس العصايه دي شويه لورا. تمام. تمام. انا دي رسمت شيب مثلا كده. ممكن بقى ايه نحط عليه مثلا ديب جلو لو عاوزه. انا شرحته قبل كده برضو، ممكن تحط عليه ديب جلو، ممكن تغير لونه لو عاوز من هنا. تمام. مثلا كده برضو ممكن تعمل له تريم باث. ممكن تفتح كده اد، عملناها قبل كده برضو تريم باث، تفتح التريم باث وتعمل له اند. تشوف بس من اول فين، من اول ما طلع كده او من اول هنا، يبقى تعمل من صفر، يتحرك من صفر وتمشي قدام شويه وتعمل 100 بحيث ان هو يتحرك من صفر ل 100 كده. طبعا الكلام ده انا شرحته قبل كده كتير التريم باث ده، عشان برضو انا بشرحه بسرعه دلوقتي عشان يبقى ايه تبقى ان شاء الله الدنيا واضحه يعني. طيب نرسم مثلا الشيب التاني، نرسم على السنه التانيه كده. تمام.
برضو انا برسم برضو ايه بسرعة كده عشان برضو ما نضيعش وقت فيها، واجيب برضو عليه الديب جلو واعمل برضو تريم باث. افتح الاد كده تريم باث، اشوف برضو من اول فين، من اول مثلا هنا هعمل الاند اخليه 0، وامشي قدام شوية 10 فريمز مثلا ونخليه 100 كده. تمام. ممكن تعالى كده نشوف الفيديو من الاول. بص كده اهو. تمام. ممكن اول ما اعمل كده ممكن بقى نروح مرجعين خافيين دول تاني، الشيبس دي مثلا نمسك الاتنين دول ونفتح التي، نعمل اوباسيتي ونمشي 10 فريمز لقدام ونخفيهم. بما ان خلاص حصلت فايه نخفيهم مثلا كده، ونرجع السنان دي لورا مثلا، يعني نرجع السنان دي لورا. نمسك كده التو سنترالز دول كده ونفتح اليو. احنا دلوقتي هنعمل كي فريم للبوزيشن والسكيل مع بعض، ونمشي 10 فريمز لقدام ونرجعهم لورا. طيب انا عايز ارجعهم لورا بالظبط، يكون على الصوره بالظبط اللي ورا، يعني مكانهم الاصلي بالظبط. فانا عشان ارجعهم بالظبط فانا مش هعملها مانيوال بايدي ان انا افضل ارجع، مش ممكن اتلخبط. فانا هشوف انهي كي فريم اللي كان مكانهم بالظبط اهو، الكي فريم ده وانا واقف هنا كده السنان مكانها بالظبط. فانا همشي في المكان اللي انا عاوزه، واخد الكي فريم اللي انا شفتها اللي هي كان مكانها بالظبط، كنترول سي كنترول في هينزل هنا اهو. اخد ده حدده كده كنترول سي كنترول في هينزل هنا. نفس الكلام ده كنترول سي كنترول في، نفس الكلام ده كنترول سي كنترول في اهو. كده انا ضمنت ان نزلت في مكانها بالظبط. وهي بتنزل بقى كده اروح جاي ماسك الصوره الاصليه، اعمل اوباستي كي فريم وهمشي قدام شويه واروح جاي مرجعها تاني ل 100 اهي. بص كده. ممكن بقى بعد كده هنلف مثلا الصورة كاملة، هنعمل شوية حركات تاني، بس يعني هكتفي لحد كده. انت ممكن على فكرة لو جالك افكار تانية غير دي مفيش مشكلة، ممكن تعمل اي حاجات تانية، بس انا لحد دلوقتي هو عملت كده كده اهو. تمام. هكتفي لحد دلوقتي أه بس، ونكمل ان شاء الله الفيديو الجاي. طيب انا دلوقتي وانا بعمل الفيديو انا عاوز اسيف، لان انا المره الجايه هفتح البروجكت بتاعي مكان متسيف. فانا هدوس كنترول اس. طيب انت اول مره هتدوس كنترول اس هيجي لك الفايل ده ان انت تسيف الفولدر بتاعك فين او تسيف البروجكت بتاعك فين. فانا مثلا هسميه دكتور عمر. تمام. تمام انا هسميه كده بما ان الكيس بتاع الدكتور عمر مدرة. ماشي. وانا هشوف الفولدر اللي انا كنت حاطط فيه الكيس بتاعي، يعني الصور بتاعتي سوري. الموضوع ده مهم، لازم تحط البروجكت بتاعك، يعني لما تيجي تسيف البروجكت بتاعك لازم تحطه في المكان اللي انت حاطط فيه الصور. انا كنت حاطط الصور بتاعتي هنا، فانا هدخل على الفولدر واقول له سيف. خلاص كده كده البروجكت فايل بتاعي اتسيف. كده انا اخرج براحتي خالص، وبعد كده هفتح البرنامج هيفتح لي من اول ما كنت هنا، يعني هيكون الحاجات متسيفه ومفيش اي مشكله. طبعا هو الفيديو شغال كواليتي مش قد كده، لان انا عامل البريفيو انا عامله قليل، فبتحس كده ان الكواليتي تعبانه شويه. بس طبعا للاسف هيرندر ببطء شويه، بس مفيش مشكله. لو انت عاوز يفضل طبعا تشتغل بكواليتي قليله، وبعد كده 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 في الاخر الفيديو بيطلع بالفول كواليتي، يعني مفيش مشكله معاك. تمام. فانا هنكتفي لحد دلوقتي في الفيديو، وهنكمل ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه. انت ممكن على فكرة تكمل براحتك بافكار تانية، بس لو حابب تكمل معانا مفيش مشكلة. اهو كده الفيديو في الاخر. تمام لحد هنا بس. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.